هو الفكرة كلها ان يعني احسن من الاخر والله بجد. يعني انا اصلا كنت محتار مش عارف اتكلم عن الماتش ولا لا اثناء الماتش شغال وكده. فالفكرة كلها ايه ان انا مبسوط وفرحان جدا في اللي حصل في المانيا. وقبل البطولة كنت ناوي ان انا اشجع المانيا من ضمن المنتخبات اللي هشجعها، بس بسبب الضحك اللي هم عمالين يعملوه دوت. وموضوع يعني انا مش فاهم، يعني ما تسترجلوا شويه في ايه ده. ما علينا، يعني نخلينا في الماتش وكده. هو مبدئيا هو شوط اول بحال وشوط تاني بحال، والسبب الرئيسي في ان الشوط والماتش يخلص لليابان هو واحد بس، هانز فليك. يعني انت عندك هو قدم شوط اول عالي بطريقة غير طبيعية. يعني هو قدم بالظبط، يعني هو قدم مباراة كان الخماسي اللي عنده جوه دوت كان اللي هو عالي جدا. كله هافرتس ومولر وكيميتش وكل الناس ديت وموسيالا، وكان عنده اللي هو بص ليلة. فاللي هو راح قدم شوط اول جامد جدا. كان بس ناقص اللعيبه ديت اصلا بتاعت الشوط الاول، كان ناقصها ان هم يظبطوا الفينش، انما هم كانوا الشوط الاول عاليين جدا. اليابان الشوط الاول كان اللي هو بيعمله ان هو بيحاول ان هو يجاري المانيا، وكانوا بيعملوا كل اللي عليهم. بس جه في الشوط الثاني اللي عمل الثقه ديت لفريق اليابان حاجتين بالظبط. الحاجه الاولى هو هانز فليك راح جاي راح ساحب الخماسي اللي في الهجوم دوت، حركه مجنونه جدا. انت 1-0 بس، اللي هو يعني ما فيش حد بيعمل كده. يعني انت اصلا ده انت لو 2-0 ما بتسحبهمش كده كلهم، انت المفروض ده تسحب واحد تسحب اتنين بتنزل. خصوصا اصلا ان مشكلة المانيا الرئيسية ان المانيا كلعيبة هجومية، كفريق هجومي المانيا كويس، انما مشكلة المانيا في الدفاع وان هو ما عندوش دكة. يعني هو بين المباريات الجاية لو صعد وكده ولعب الادوار الاقصائيه ووصل مثلا اكسترا تايم او مثلا بيلعب فرقه كبيره، هو مش هيعرف يجاري الفرقه الكبيره ديت اساسا. اللي هو الموضوع هيبقى صعب، هو هيجاريهم هجوميا وهيتعب دفاع الفرقه اللي بيلعبها. انما على مستوى الدفاع فهو عنده مشكله، وعنده على مستوى الدكه مش موجوده. فانت جيت بتلعب اليابان في افتتاح كاس العالم، شوط اول انت مقدمه 10/10، مش ناقصك بس غير ان اللعيبه كانت تظبط الفينش بتاعها، وانت عندك مشكله في الدكه. رحت جاي الشوط الثاني طلعت الخماسي اللي هو عامل لك كل حاجه، وابتديت ان انت تبدل تبديلات. فالموضوع اللي هو التبديلات كانت مع الوقت. فالموضوع كان اللي هو لا، اللعيبه اثرت، كل لاعب هانز فليك طلعه اثر على المانيا بالسلب بطريقه واضحه جدا. على الناحيه الثانيه السبب الرئيسي الثاني لان لعيبه اليابان اللي هو تظهر بالشكل الممتع دوت هو غوندا حارس المرمى بتاع اليابان. حارس دوت هو السبب الرئيسي، عمل كل حاجه في الماتش ممكن تعمل. يعني انا كنت بشوف ان المباراه ديت من احسن مبارياته في التاريخ. يعني بالنسبه له، انا اكيد ما اتفرجتش عليه وما اعرفوش، بس اللي هو كنت بقول ان هي ده تبقى من احسن مباريات في التاريخ وكده. طول ما انا قاعد بتفرج، اول ما خلاص اليابان جابت التاني وخلاص الماتش بينتهي، انا بالنسبه لي انا اعتقد ان هو دوت افضل مباراه في تاريخ حارس المرمى اللي هو غوندا دوت. هو السبب الرئيسي في ان اليابان يفضلوا كانوا 1-0. هو اللي كان الوحيد عارف يوقف الهجوم الكاسح بتاع المانيا، وهو اللي كان عارف يتصدى لكل الكور بتاعت المانيا. والدفاع بتاع اليابان كان بيعمل اللي عليه، بس كان في حاجات اللي هو مش هيقدروا يعملوا حاجه فيها تاني. كان غوندا دوت 10/10، حاجه بيرفكت. حاجه اللي هو بسببه هو اللي اداهم الثقه، هو اللي قال للعيبه اليابان احنا موجودين، احنا هنكمل، احنا هنعمل اللي علينا. وكان بيصد وبص، واللي هو حارس عالمي عالمي، شال تصديات برد فعل وبسرعه، صاحي ثابت، ما فيش اللي هو سرحان، ما فيش اي حاجه. قدم مباراة عظيمة جدا، وبسببه اليابان خرجت بالفوز. لعيبه اليابان كلهم الشوط الاول كانوا بيعملوا اللي عليهم، بس خلاص مش قادرين يعملوا حاجه تاني. الشوط الثاني لعيبه اليابان قدمت 45 دقيقه روعه، اللي هو متعه. انت بتتفرج، انت قاعد بتتفرج ومبسوط. يعني انا كنت قاعد بتفرج ومبسوط. ولما جابوا التعادل انا عايزهم يجيبوا الثاني، ولما جابوا الثاني كنت اللي هو عايزهم يامنوا. يعني اللي هو انا عايز الماتش يخرج كده، انهم يستحقوا. فاز النهارده اللي يستحق بالمباراه، فاز اللي هو ما فتاش، يعني فاز اللي هو خد المباراه بالواقعيه، واللي هو الفريق اللي بيحاول ان هو يلعب على المكسب، الفريق اللي هو بيحاول ان هو يأمن نفسه وكان عايز 3 بونت وخرج بيهم. بس دوت كده اختصارا للمباراة كلها. وانا تاني فرحان، والألمانيا خلي ينفعكم.
لان اللي انتوا بتعملوه دوت حاجة اللي هو مش طبيعية، ويعني انا مش فاهم بصراحة انتوا بتعملوا ايه، بس اوكي، الف مبروك لليابان. وانا فرحان ومبسوط جدا لليابان، ومبسوط جدا في المانيا.